الحلا هذا هو اللي كان لازم يصير ترند من زمان، ما ياخذ من عندكم وقت وبمكونات بسيطه. يعني هذه من صدق تنباع. نجيب تمر ونشيل النوى مالته ونرتبه بهذا الشكل، وبعدها راح اخلي عليه ورق زبده او دايلون ونساويه بشيبك او اي شيء عندكم، وبعدها راح اضيف زبده الفول السوداني ونساويها كلش زين بهذا الشكل. الشعريه مال كنافه انا محمصها راح اضيف عليها البيستاشيو واخلطهم سويه لحد ما يتجانسون عندي كلش زين، واضيف الشعريه فوقها واسويها كلش زين. راح اخذ الشوكليت واسيحه، وتقدرون تسووه انتم باي نوع لوح عندكم شوكليت تسيحوه لحد ما يصير بهذا الشكل. راح نرجع نضيفه فوق الشعريه، وانا خليته بكيس وصبيته حتى يسهل علي عمليه التوزيع. بعدها راح ارجع اسويه كلش زين واخليه بالثلاجه 10 دقائق او اكثر، وحيكون عندكم جاهز وبهذا الجمال. بعد كل اكله تسووها انتم تحتاجون نص ساعه توقفون على الغسل او اكثر. انا ما اشيل هم، اخلي كل الاغراض بغساله الصحون من LG. الحلو بيها سعه الغساله الاواني الكبيره، وبيها نظام انه هي تفتح الباب ذاتيا بعد انتهاء الغسل، وحرفيا انا اي شيء اخليه بيها يطلع نظيف ويلمع، لان بيها مرشات المياه تكون رباعيه، وبيها نظام البخار للتنظيف والتجفيف.